عمرك حسيت إن الدنيا كلها ضدك؟ إن الناس مش مقدّراك وإن الحظ دايمًا واقف في طريقك؟ طب اسمعني للآخر لإن في فرق كبير بين إنك اتظلمت وبين إنك لسه عايش بعقلية الضحية. خلّيني أقول لك سر، مش كل اللي بيتألم نفسه يخف من الألم. أيوه، أنت سمعتني صح. في ناس بتتوجع، بتشتكي، بتعيط، بس لو الألم اختفى فجأة من حياتهم بيحسّوا إن هم تايهين. طب ليه؟ استنى خليك معايا لأن الجزء اللي جاي هيخليك تبص على نفسك بطريقة يمكن أول مرة تعملها. إحنا ليه أصلا بنتعلق بالألم؟ الألم في البداية بيكون غصب عنك، حد خانك، حد كسرك، فشل وجعك أو شخص ظلم. ده ألم حقيقي ومش بنشكك فيه. بس بعد شوية الألم ده بيتحول من مجرد إحساس لدور، ودور الألم أحيانا بيكون أكتر أمان من دور التعافي. وهنا بيظهر مفهوم خطير في علم النفس اسمه السكندري جين أو المكسب الخفي من المعاناة. طب ده معناه إيه؟ معناه إن الألم رغم وجعه بيحقق لك حاجات من غير ما تحس، مش حاجات وحشة في شكلها لكن خطيرة في أثرها. خد نفس كده لأن أول مكسب ممكن يخضك. المكسب الأول هو مكسب التعاطف. وإنت متألم الناس بتقرب منك أكتر، بتسمعك، بتراعيك، بتخفف عليك أو بتخفف عنك. يمكن لأول مرة في حياتك تحس إنك متشاف، فالعقل يبدأ يسجل. الألم بالنسبة له بقى اهتمام، الألم بالنسبة له بقى وجود. ومن غير ما تحس تبقى خايف تخف علشان ما تختفيش تاني. وعلى فكرة ده أبسط أنواع المكاسب، الأخطر لسه جاي. المكسب التاني هو مكسب الإعفاء. وإنت موجوع أو متألم محدش مستني منك كتير. ما نجحتش أصله تعبان، ما حاولتش أصله موجوع، ما خدتش قرار أصل الظروف. وده بيديك إحساس مريح اسمه إحساس الإعفاء المؤقت من مسؤوليات الحياة. والعقل بيحب ده قوي على فكرة. حتى لو جسمك بيتوجع من الألم بيخليك إن أنت مرتاح. بس استنى، على فكرة لسه في مكسب أخطر من دول، وهو مكسب الهوية. ودي النقطة اللي بتربط كل حاجة بعد فترة. الألم ما بيبقاش حاجة حصلت لك بتكون أنت عليه، بتبقى أنت اللي مجروح، أنت اللي اتخذلت، أنت اللي دايمًا على طول الدنيا واقفة ضده. وهنا الألم بيتحول لهوية، ولو هويتك راحت يا ترى هتكون مين؟ وهنا الخوف الحقيقي. خليك معايا لأن الجزء اللي جاي يمكن يكون أقصى جزء ممكن تشوفه. وهنا هاسأل سؤال، ليه التعافي بيخوف؟ التعافي مش بس شفاء، التعافي مسؤولية. وأنت ضحية بيكون مش مطلوب منك تختار، لكن وأنت بتتعافى مطلوب منك تحاول، تغلط، تفشل، تقوم. وده مرعب. علشان كده العقل أحيانًا كتير هيقول لك إيه، خلّيني موجوع عشان أفضل مرتاح. طيب نطلع بقى إزاي من دايرة الألم دي؟ خلّيني أقول لك حاجة مهمة أوي. التعافي على فكرة مش هيحصل في لحظة، ولا قرار فجأة، ولا جملة تحفيزية ممكن تسمعها من حد. التعافي رحلة، ومش أي رحلة، ده رحلة بتحتاج شجاعة أكتر من الألم نفسه. وأول خطوة فيها هو إنك تعترف بالمكسب الخفي. اسأل نفسك سؤال، أنا مستفيد إيه من وجعي ده؟ مش عيب تعترف على فكرة، العيب إنك تنكر. هل الألم مديك تعاطف، إعفاء من المسؤولية، مبرر ليك للفشل، إحساس إنك مظلوم مش عشان غلطان؟ اللحظة اللي بتعترف فيها بالمكسب الألم بيبتدي يفقد سلطته. تاني خطوة، افصل بين الألم وهويتك. أنت اتوجعت بس مش معنى كده إنك شخص مكسور على طول. أنت اتظلمت بس مش معنى كده إنك تفضل ضحية طول العمر. قول لنفسك إن الألم بالنسبة لك تجربة، مش تعريف ليك ولا هويتك ولا شخصيتك. على فكرة أخطر حاجة إنك تتحول لقصة وجع ماشية على رجلين. تالت حاجة، خد المسؤولية. والمسؤولية مش معناها إنك غلطان، المسؤولية معناها إن أنا اللي هاطلع نفسي من هنا. اللوم بيخلّيك واقف والمسؤولية بتخلّيك تتحرك. حتى لو اللي حصل مش ذنبك الخروج منه مسؤوليتك. رابع خطوة، اختار وجع يكون أقوى بالنسبة لك. التعافي بيوجع، بس اسمعني كويس، في وجع بتكرره كل يوم، ووجع بتعدّي بيه مرّة واحدة. الوجع اللي بيتكرر أو القديم دايمًا بيكون مألوف، والوجع اللي بتاخده مرّة واحدة دايمًا بيكون قوي بس بيكسّبك. خامس خطوة، ما تستناش تكون جاهز، ما حدش بيتعافى وهو جاهز. الجاهزية هنا
بتيجي بعد الحركة. خد خطوة صغيرة، قرار بسيط، حدود تكون أوضح. الحركة البسيطة بتكسر سحر الألم. وخليني أختم بسؤال على فكرة، ومش عايزك تجاوبني عليه، جاوب نفسك. أنا عايز أتعافى ولا عايز أفضل موجوع؟ عشان الألم بالنسبة لي بقى منطقة آمنة ومش بوجع دماغي. لو لسه موجوع ده مفهوم، بس لو قررت تفضل في الوجع ده اختيار. وانت على فكرة تستاهل ان حياتك كلها تكون بخير، ما تكونش رد فعل للوجع. التعافي مش خيانة لوجعك على فكرة، ده إنقاذ لنفسك. ولو الكلام ده لمسك، ما تكتبش تعليق دلوقتي، اكتب لنفسك الأول إنك مستعد تسيب المكسب الخفي وتعيش مكسب للحياة وتكمل. وقول لي ممكن أقول إيه المرة اللي جاية في الفيديو الجديد. وما تنساش دعمك هيفرق. وشكرا ليك من كل قلب. سلام.